مساء الورد والفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وطيبين وفي احسن صحة وحال يا رب. النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هشارك معاكم حاجات كده سهلة بقى ولذيذة وحلويات جديدة وترند. ممكن بقى تحفظوها لرمضان علشان تعملوها. الحلو اللي انا هعمله معاكم النهاردة طالع ترند. بس عايزة اقول لكم ان هو بصراحة يعني طعمه حلو قوي لذيذ. انا يعني ما كنتش مقتنعة، يعني بقول ايه ده، بس فعلا لما جربته عجبني قوي. المكونات عبارة عن كوباية من الحليب الباودر وحمصتها كده على النار. وبعد كده طحنت كوباية نفس المقدار من البسكوت، طحنته تماما، طحنته في الكبة يعني، وضفتهم على بعض. ضفت عليهم معلقتين من القشطة، وكمان حوالي نص كوباية او اقل من الحليب المكثف المحلى. واللي ما يعرفش انا عاملاه معاكم قبل كده، بعمله في البيت بطريقة سهلة جدا جدا وبثلاث مكونات بس. فممكن ترجعوا للفيديوهات، او لو عايزين الطريقة اكتبولي في الكومنتات وانا انزلها لكم منفصلة. هنا بقى عجنت الخليط ده وبدأت أشكله. هو بيتشكل على شكل عصيان كده. هو الحالة ده اسمه حالة الحطب. بيبقى عامل شبه الحطب أو الخشب بتاع الأشجار اللي بيتقطع. فاحنا بنشكله بالشكل ده على شكل العصاية. وبعد كده بنجيب شوكولاتة خام او اي نوع شوكولاتة بتحبوها. انا استخدمت شوكولاتة دارك، انتوا تقدروا تستخدموا شوكولاتة بالحليب، اي شوكولاتة بالنسبة لكم طعمها حلو. وبدأت بقى كده بفرشة ادهن بيها الخليط بتاع البسكوت ده. وهي بتتعمل بمنتهى السهولة وبتنشف بسرعة جدا، يعني حتى مش بتحتاج ان هي تتحط في التلاجة. انا ما احتاجتش معايا انها تتحط في التلاجة ان الجو كان بارد، ف نشفت بسرعة قوي يعني. المهم عملتها على الجنب ده، وبعد كده قلبتها على الجنب التاني وبرضو دهنتها بنفس الطريقة. وعايزة اقول لكم ان هي بتاخد تضليعات الفرشة، يعني الفرشة اساسية لان هي بتاخد التضليعات بتاعة الفرشة وبتبقى عاملة شبه فعلا الحطب او الخشب. عايزة اقول لكم ان انا كنت مبسوطة جدا جدا وانا بعمل الحلو ده، لانه عارفين عامل لي اجواء شتوية كده خطيرة، مع كمان الشمع عجبني قوي بصراحة. وهو كمان عارفين يعني ستيكي كده وانتوا بتاكلوه. مش عارفة يعني، بس عايزاكم تجربوه بجد، هيعجبكم قوي. طعمه لذيذ، طعمه حلو جدا جدا. وقدمته كده مع وسطي الشمعة. حسها كده مناسبة قوي وشكلها لايق قوي مع الخشب. وبصوا شكله بقى من قريب، بصوا تضليعات الفرشة مديانة شكل الحطب بجد. انصحكم بقى بيه تجربوه. وكمان ممكن تعملوه بقى في رمضان، حالة كده بعد الفطار، حاجة جديدة وحاجة يعني حلوة قوي. والترند ده على فكرة قالب الخليج يعني. هو طلع في الخليج وكل الناس تقريبا عملته، وانا تقريبا اخر واحدة جربه، بس عجبني قوي. وطبعا الحالة ده اللي بالشوكولاتة عايز له قهوة، فاخترت ان انا بصراحة اشرب نسكافيه، اسفة كابتشينو. فكنت جايبة النوع ده وكنت حابة اجربه بصراحة وعجبني برضو. السوبر ماركت عندي بيجيب انواع على طول جديدة، ولازم يقولي خدي جربي وخدي شوفي مش عارفة ايه وجبت ايه. فقلت اجربه بصراحة وهو عجبني جدا. وكمان معاه كيس كده من الشوكليت او بودرة الشوكولاتة، حطيته كده على الوش. وقدمت بقى معاه الحلا بتاع الحطب ده، وكان احلى مشروب واحلى سهرة كده بالليل. الواحد لما بيحب كده ان هو يروق على نفسه يعملها. انصحكم بقى بالاجواء دي في الشتاء ومع السقعة وبالليل وكده. تعملوا الاجواء دي لنفسكم بجد، هتتبسطوا قوي قوي. ويعني هتحسوا بقى كده ان انتوا فصلتوا يعني شوية، تتفرجوا على حاجة حلوة. وطبعا لازم تكونوا رايقين وقاعدين لوحدكم علشان تجربوه وتستمتعوا بيه. تعالوا بقى اوريكم الزبدة اللي انا كنت جايباها. انا
واحنا بنصور المشتريات في الفيديو اللي فات انا طلعتها ونسيت اقول لكم عليها، وكمان نسيت ان انا اضيفها للفيديو اللي احنا عملناه المره اللي فاتت واللي نزلته لكم. انا جبت الزبده، زبده عاديه من الفلاحين اللي بيبقوا موجودين في السوق، وسيحتها كده زي ما انتم شايفين، هي زبده بقري. وعملت بيها البرطمان ده. انا استخدمت منها على فكره يعني قبل ما اصور البرطمان، بس ما شاء الله عملت لي كميه حلوه جدا جدا، لونها حلو وريحتها حلوه. هستخدمها كمان معاكم دلوقتي. بصوا هي حلوه قوي. انا ما خدتش منها كتير يعني، يا دوبك خدت منها شوكه كده، مش فاكره عملت بيها ايه، بس اول استخدام كان يعني حلو. كمان طلعت منها مرطة، والمرطة اهي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى العلبة التلاجة اللي انا جبتها حطيت فيها المرطة. عجبتني قوي بصراحة، وكانت حلوة وطعمها حلو. و يعني انا من الناس اللي بتعشق المرطة بتاعت السمنة البلدي. تعالوا بقى نعمل بقى وصفة حلوة قوي. ده كان يوم تاني، بس انا يعني حبيت اوريكم السمنة او الزبدة بعد ما سيحتها. وكمان هجربها معاكم بالشكل ده. هعمل معاكم دلوقتي ساندوتش بيض خطير للفطار. بصوا اول حاجة حطيت السمنة، هسيبها تسيح، وبعد كده هنزل عليها بقى بالبيض بتاعي. وانتوا عارفين طبعا انا عندي الفطار يعني بيض، الفطار يعني بيض يا جماعه. حتى لو عامله يعني مثلا لو هعمل فول لازم اعمل جنبيه بيض، يعني حتى ان شاء الله لو مسلوق. انا من عشاق البيض جدا جدا جدا. جبت بقى عيش بلدي عادي، وهو ما كانش متساوي كده فقصيته على قد الطاسه. تقدروا تستخدموا اي نوع عيش عندكم. في ناس بتحب تستخدم التورتيه، ممكن تستخدموا الفينو، بس انا بحب العيش البلدي بصراحه. حطيت بقى جبنة شيدر، وحطيت تركي، وحطيت كمان جبنة موتزاريلا. بصوا ميكس البيض مع الجبن السايحة دي بيطلع خطير. اهم حاجة ما تحرقوش البيض. بصوا لون البيضة عاملة ازاي كده، اصفر كده، حلو يعني، جميل، لونها جميل. وبس كده قفلته نصين وسبته لما الجبنة ساحت، وهقطعه بقى بالشكل ده. مش قادرة اوصف لكم حلاوة الساندوتش ده، يعني يا ريت تجربوه بجد، هيعجبكم قوي قوي قوي. حتى الناس اللي مش بتحب البيض هتحبوه بعد الوصفة دي. طبعا كنت مجهزة قهوة، بس انا كنت عاملة القهوة بتاعت المكنة. ناس كتير قوي بتدخل على الفيديو بتاع الريفيو بتاعها وبتسألني هي عاملة ايه دلوقتي ورأيك فيها ايه. جماعة انا قلت كذا مرة ان هي بتطلع القهوة مفلترة، اقرب شوية ان انتي تشربي نسكافيه، يعني ان هي بتطلع القهوة متفلترة زي ما انتوا شايفينها كده. ولو عايزين اي اسئلة تانية اسألوني في الكومنتس برضو هرد عليكم. انا بس حبيت ان انا الفيديو النهاردة يكون خفيف ولطيف على قلبكم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.